ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لي لايكات وتكتبي لي كومنتات حلوه كتير زيك، وشجعوني ان انا افضل معاكم واستمر واعمل لكم حاجات احسن واحسن بكتير. تمام، هنا بقى كنت هفتح على الفسيخ او السرديني اللي انا كنت مخللاه. تمام، اللي ما شافش الفيديو بتاع تخليل السردين انا هسيبه لكم في اول كومنت واول وفي صندوق الوصف. ادخلوا شوفوه واعملوا السردين على طريقتي، بجد مش هتندموا ابدا 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 ابدا. انا كده كان بعد 10 ايام اهو فتحت عليه. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس معلش والله غصب عني، وباذن الله يعني ايه هحاول ان انا مش هتاخر عليكم تاني. هنا بقى كان شكله اهو طري ومن جوه مستوي، وبجد كان طعمه حلو قوي يعني. انا كنت باكله وانا يعني ايه برقص الصراحه من السعاده. زي ما قلت لكم ادخلوا شوفوا الفيديو واعملوا نفس الطريقه بالظبط، بجد هتديكم نتيجه حلوه قوي. وكمان الكرفس وشرايح البرتقال او شرايح الليمون اللي انا كنت حطاها مدياله طعم تحفه، بجد طعمه روعه روعه روعه. هنا بقى خلاص كنت نضفته، شلت بس الراس وبشيل البطن، وببدا بقى ان انا ايه اتعامل ان احنا ايه ناكل. شايفين لونه من جوه احمر مستوي وطري، وبيطلع فصوص كده، يعني فصوص كده ماسكه بعضها، الفص بحاله كده، بجد حاجه كده ايه روعه. الناس بقى عشاق السردين وعشاق الفسيخ، وباذن الله طالما انا طلعت نتيجه مبهره كده في السردين انتظروا مني بقى باذن الله. هعمل لكم فيديو تخليل الفسيخ برضو. انا من عشاق الحاجات دي، فاكيد بقى خلاص طالما النتيجه معايا كانت كويسه كده وحلوه هعمل بقى ان شاء الله باذن الله هعمل فسيخ. هنا بس انا كنت بشيل الراس وهرجع تاني يعني. شايفين شكله وشايفين حلاوته ولونه من جوه احمر وجميل ازاي. بشيل بس البطن كده وخلاص. وانتي بقى يعني ايه عايزه تنضفي، انتي بتحبي بقى تعوصي ايدك كده اهو تلغوصي بقى في الموضوع، فخلاص سيبيه زي ما هو يعني. شايفين الشكل اهو، مع رغيف بقى بلدي، شويه ليمون، شويه بصل اخضر. الناس بقى اللي كيفت السردين والفسيخ عارفه انا بقول ايه، والرنجه يعني. شايفين بقى الفصوص كده وهي طالعه، حاجه في منتهى بجد الروعه والجمال يعني. شايفين الشكل اهو، زي ما قلت لكم الفصوص طالعه ماسكه نفسها، يعني هو مش مهري بس طري، ولونه كمان تحفه وطعمه كان تحفه. هنا بقى رغيف بلدي كده، وتحط فيه حته السردينه كده مع عصره ليمون وتاكلي بقى عيش حياتك بقى زي ما انا هعمل دلوقتي اهو. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لي لايكات وتكتبي لي كومنتات كتير حلوه زيكم. انا هنا كنت خدت قطمه وبرقص، يعني انت كده هتشوفوا ايدي في الخيال من كتر السعاده والحلاوه اللي انا كنت شايفاها من السردين يعني. جربوا الطريقه، وزي ما قلت لكم ادخلوا شوفوا الفيديو هسيبه لكم في اول تعليق او في اول او في صندوق الوصف. ولو مش يعني لو عادي ممكن تخشوا على القناه بتاعتي، تنزلي بس تحت شويه هتجيبيه عادي تتفرجي عليه، واعملوا بس نفس الطريقه باذن الله هيعجبكم. توحشوني قوي، باي باي.